كل الناس مشيله خروج الاهلي امبارح من قبل نهائي دوري ابطال افريقيا لمارسيل كولر، وكله خايف يتكلم عن السبب الحقيقي لخروج الاهلي امبارح. محمود الخطيب. محمود الخطيب ومجلس اداره الاهلي فعليا من اول ما جم 2017 وهم بيعملوا اخطاء، اذا كانت اداريه او مشاكل في الفريق ملهاش اخر. تعالوا نرجع كده بالسنين اللي ورا شويه ونشوف ايه اللي حصل من مجلس اداره الاهلي. انا حاولت فعليا كتير قوي ان انا ااخر الحلقه دي باكبر قدر ممكن عشان اكون هديت شويه عشان اعرف اتكلم واعرف اقول اللي انا عايزه في دماغي. بس انا فعليا انا من امبارح او بقالي اكتر من شهر شهرين ثلاثه انا عايز اتكلم في حاجات كتير قوي. وفعلا كل الناس هتفضل تقول لك انت ازاي بتتكلم عن الخطيب بالطريقه دي؟ الخطيب ده انزل، الخطيب ده مش عارف ايه، مجلس اداره الاهلي انتوا هتوقعوا الفرقه. مجلس إدارة الأهلي هو سبب ما فيه الأهلي حاليا من كل مشاكل موجودة. في 2017 ومن ساعة ما أعلن كابتن محمود الخطيب إن هو هينزل على مقعد الرئاسة قدام أستاذ محمود طاهر، وفي لجان كاملة بقت في صف محمود الخطيب وبتدافع عنه بدون أي تفكير. تركي آل الشيخ في نفس الوقت اللي أعلن فيه محمود الخطيب إن هو هينزل على مقعد الرئاسة ولقى مساندة كبيرة قوي من شخصية سعودية مرموقة وهو تركي آل الشيخ. كسب كلمة محمود الخطيب. جميل. طبعا تركي آل الشيخ بقى الرئاسة الشرفية في النادي الأهلي، وعايزين لعيبة وعايزين صفقات وعايزين فلوس. ليه صلاح محسن كنت تجيبه بالمبلغ ده في 2017 2018؟ هل صلاح محسن في الوقت ده كان يستاهل المبلغ اللي هو خده ده؟ وان انت تبتدي لعيبه تانية تبص له، فيبتدي لعيبه عايز سقف طموحها يعلى شويه عشان تاخد فلوس اكتر؟ بلاش. عملت مشاكل كتير مع تركي آل الشيخ وقال لك مش عايز الرئاسه الشرفيه، وراح عمل لك بيراميدز. بيراميدز حاليا اللي في نهائي افريقيا واول الدوري وفي نهائي الكاس قدام الزمالك، وبنسبه كبيره هياخد كده كده خلاص، مش بنسبه كبيره، هو هياخد الدوري السنه دي وبنسبه فوق ال 99% هياخد الكاس من الزمالك، وهتبقى نيله منيله ب 60 نيله لو عرف ياخد افريقيا كمان من سان داونز. هيبقى بيراميدز معاه الثلاثيه وانت طالع بموسم صفري. نكمل حكايه تركي آل الشيخ والاهلي. جيت بعد كده في 2018 لما عمل لك بيراميدز بقى في مشاكل معاك مع الفرقه دي، بدات تاخد لعيبه انت كنت محتاجها، بدا يبقى معاها فلوس زيه زيك. عرف ياخد منك رمضان صبحي اللي انت رحت قلت له ساعه وترد عليا. ليه ساعه وترد عليا؟ ما انت اللي رحت جبت صلاح محسن بمبلغ 46 مليون ما كانش حد يحلم بيه، وما كانش فيه الفلوس دي بتدفع في الاهلي، فخليت كل لعيبه الاهلي تبص للفلوس في الفتره دي. متضايق قوي ان راح رمضان صبحي بص للفلوس وراح لبيراميدز عشان الفلوس، وان هو بعد ما انت جبته من هدرسفيلد وعالجته ولعبته وي 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 يسيبك ويمشي. طب ما انت علي معلول على الناحيه الثانيه اداك كل حاجه، ولما جه حب يجدد عقده انت تهان علي معلول في الفتره دي وقال لك هتجدد عقدك 6 شهور، وممكن طلع له عم محمد رمضان ابو بنطلون ملزق اللي ما اعرفش برضه اللي لسه هنتكلم عليه بعدين، ما اعرفش انت رحت جبتوه ليه. طلع يقول على القناه الرسميه للنادي الاهلي علي معلول كابتن محمد رمضان قعد معايا وقال لي هو انت لو جددت يا علي وما لعبتش ال6 شهور الجايين فيها مشكله؟ علي معلول مين اللي يقعد دكه باك شمال لاي باك شمال في الاهلي حاليا؟ مين باك شمال في الاهلي النهارده يلعب على علي معلول؟ راح تلعب لي ماتش امبارح بالعش عشان ترجع لي ورا وتدافع؟ علي معلول مين اللي يقعد دكه لاي لعيب في الاهلي؟ اصل هو مش جاهز فنيا. طب ما احنا شفناه في الماتش وجاهز فنيا. بلاش جاهزيته الفنيه، ما تلعبوش امبارح تلت ساعه او ربع ساعه في اخر الماتش يعرف يعمل لك هجمه او الثانيه ويطلع لك بالكره من ورا لقدام. نطلع من موضوع رمضان صبحي. جيت بعد كده لما عملت مشاكل قلت احنا هنرد الهدايا ونرد المقتنيات اللي بعتها تركي آل الشيخ للاهلي ونردها عن طريق وزاره الشباب والرياضه، وخدت كميه تريقه وتهزيء من كل الجمهور. رجع الساعات يا خطيب. ده بقى اللي انت المفروض اللي انت بتحط فيه نفسك في موضع شبهات مع حد مهما كان هو مين. ده مجلس اداره الاهلي اللي بيحط نفسه في شبهات؟ عمر حصل ده في اي مجلس فات. اللي احنا كنا بنقول مجلس محمود طاهر، استاذ محمود طاهر اللي على راسي من فوق،
مجلس محمود طاهر او مجلس حسن حمدي العظيم، عمر حد عمل معاه كده زي ما بيتعمل معاك حاليا؟ كنت بتطلع تجري جنب تركي آل الشيخ. كذا لعيب بعديها حاولت تروح تجيبه، بيراميدز بيروح ياخده منك. كان في فرق في فتره من الفترات ان فرقه بيراميدز كانت كواليتي لعيبه اعلى منك بمراحل، وكله كوم، والتخبط في المدربين كوم تاني تماما. رحت جبت موسيماني، وهو عمر ما كان دخل الاهلي مدرب افريقي. بغض النظر، انا بعتبر موسيماني واحد من احسن المدربين اللي دخلوا الاهلي. انت جبته قبل نهائي افريقيا، نفس الوضع اللي احنا كنا فيه حاليا ده، اللي انت خفت تغير فيه المدرب. رحت جبت موسيماني، غلب لك الوداد ماتشين، وخد لك نهائي القرن من الزمالك، اللي كل الناس هتقول لك طب ده محمود الخطيب خد نهائي القرن من الزمالك في ماتش انت كنت فيه الاوحش وربنا كرم وكسبته. ارجع لماتش الزمالك تاني هتكتشف ان انت طول ماتش الزمالك انت ما كنتش الاحسن في الماتش. عملت مشاكل بعد كده مع موسيماني ومشيته. رحت جبت لي مدربين لا يفقهوا شيء في كرة القدم. رحت جبت لي لاسارتي، رحت جبت لي بسيرو، رحت جبت لي وجبت لي. مين دول؟ بسيرو اللي حاليا اللي عرف يضحك في ماتش التعادل بتاع الدوري على المدرب بتاعك اللي انت جايبه، اللي قعد سنه بالكامل بيقدم كرة، بعد كده انتهت كل الكرة معاه تماما. بغض النظر برضو ان انت ناس كتيره بتقول ان هو سنه هو قدم كرة كويسه، انا ما شفتهاش كرة كويسه. على اي اساس بتقول لي ان مارسيل كولر ده قدم سنه في الاهلي باداء كويس؟ مارسيل كولر اللي انت طالعين بيه السما وبتقولوا انتوا ازاي عايزين تمشوا مارسيل كولر، جايب 11 بطوله. ما هو الاهلي في اي وقت هيجيب 11 و12 و15 بطوله باي مدرب، عشان ده الاهلي، عشان جمهور الاهلي دايما في اي ماتش وراك مهما حصل. انت كويس، انت وحش، انت بتغلط، انت ما بتغلطش، جمهور الاهلي دايما وراك. كولر يجيب 11 بطوله، كولر يجيب 11 بطوله بلعيبه معاه. انت السنه اللي فاتت قاعد يقول لك انا معيش لعيبه، انا معيش لعيبه، انا معيش لعيبه. السنه دي انت جايب كام لعيب وبرضه بيقول معيش لعيبه؟ ثواني بس عشان عقلي مش دفتر. انت مارسيل كولر انت رحت جبت له اشرف داري ب 2.5 مليون دولار، رحت جبت له يحيى عطيه الله بمليون ونص دولار اعاره، وهتمشيه اخر الموسم لان انت مش مقتنع بمستواه. رحت جبت عمر الساعي من الاسماعيلي ب 50 مليون جنيه، ومفيش لاعب في الدوري المصري حاليا يستحق ربع المبلغ ده. رحت جبت يوسف ايمن ب 600 الف دولار، ما لعبش عندك ماتشين على بعض، وقمت قاطع اعارته ورجعته لفرقته تاني. رحت جبت مصطفى العش اعاره ب 20 مليون جنيه عشان تلحق نفسك، عشان تقول ان انت جبت مدافع. مصطفى العش اللي امبارح هو المفروض قلب دفاع بيتفرش في كل كوره، بغض النظر ان مصطفى العش امبارح مقدم مستوى كويس، ومصطفى العش في ولا ماتش من الماتشات اللي لعبها كان مقدم مستوى وحش. بس انت لغايه دلوقتي انت مش عارف تجيب مدافع عدل، وبتلعبه باك شمال عشان البي برضه مش عايز يلعب علي معلول، ومش حاطه اصلا في القايمه. احمد رضا، احمد رضا اللي ما قدملكش غير ماتش واحد وعايش عليه لغايه دلوقتي. احمد رضا اللي امبارح لعب 90 دقيقه كلهم ميس باص، ما عملش باص واحد صح. ولغايه دلوقتي انا مش فاهم هو ازاي اصلا يلعب 90 دقيقه كامله امبارح. جراديشار، جراديشار لعيب حلو. رحت جبت بن شرقي. هو انت المفروض في حاليا حاجه بالنسبه لي اسمها اللعيب ده شبهي واللعيب ده مش شبهي. في لعيبه في الاهلي هي بتاعه الاهلي، زي زي اللعيبه بتاعت زمان، زي ابو تريكه، زي بركات، زي محمد شوقي. اللعيبه دي شبهي، اللعيبه دي كاتيجوري لعيبه الاهلي. انت دلوقتي بتروح تجيب لي لعيبه هي مش شبه الاهلي اصلا. بن شرقي لعيب كويس غصب عن اي حد، بس مش شبه لعيبه الاهلي. مش اللي يهين نفسه عشان الكوره، عشان يروح ماتش في قبل نهائي الكوره جوه ال 18 بيقلش جوه ال 18 بيشوطها بره. لعيبه الاهلي دلوقتي مش شبه لعيبه الاهلي اللي انا اعرفها. انت رايح تجيب زيزو عشان تغطي على المشكله اللي فاتت كلها اللي هنرجع لها في الاخر. انت جبت امام عاشور عشان الزمالك ما عرفش يجدد له. امام عاشور لعيب كويس، لعيب كويس، بس انا مش هفضل كل الماتشات اللي فاتت بلعب على لعيب واحد
لو عمل حاجه كويسه انا هكسب، لو ما عملش حاجه كويسه انا مش هكسب. بتلعب لي فرق حاليا وان مان شو امام عاشور. اتغلبت من صن داونز 5-5. قلنا في الاول الخمسه دي اللي ايقظت الشيطان، وجبت بطولات قد كده. انت بتجيب بطولات واداء الاهلي في ولا بطوله منهم كان حلو. انت بتدخل فلوس الاهلي، والحوار مش حوار فلوس بس. ما انت لو بتتكلم في حوار فلوس، انت رحت جبت لعيبه، عمال تشتري لعيبه وتبيعها وبتخسر فلوس كتير، وانت ما بتستفادش منهم حاجه. رحت جبت مدرب هو تقريبا بيعمل مشاكل مع كل اللعيبه المهمه في الفرقه. جبت مارسيل كولر. ديانج لا اصله مش عاجبني، فديانج مش هيلعب لغايه ما مشيته، بترجعه تاني دلوقتي. كهربا وصل لاوحش مستوى فيه، ولما راح دوري، بغض النظر ان هو مش بنفس مستوى الدوري المصري، بس بيلعب وبيهدف وبيعمل اسيستات ويمين وشمال. علي معلول، هو في 2 مدربين ممكن يقولوا ان علي معلول لعيب وحش حتى بالسن اللي وصله دلوقتي ده، وحتى ان هو ما يوصلش يلعب نص ساعه في ماتش ويطلع بره القايمه؟ قفشه اللي بيعمل، اللعيب الوحيد اللي في الاهلي اللي بيعرف يقف على الكوره ويعرف يبصيلك يمين وشمال، انت مقعده دكه تماما. محمد شريف اللي طهقت في عيشته لغايه ما سافر. اتكلم عن مين تاني؟ احمد القندوسي. احمد القندوسي اللي في فتره في الفترات ربنا يعني يقومه بالف سلامه، هو كان احسن لعيب نص ملعب في الدوري المصري. في نفس الوقت انت مش عارف تجيب لعيب نص ملعب. احمد القندوسي انت مشيته. كريستو اللي انت ما تعرفش اصلا، انا ما اعرفش هو حلو ولا وحش. نتكلم عن مين تاني؟ يوسف ايمن اللي ما اعرفش فعليا هو مدافع كويس ولا وحش، بس هي كل الناس بتتكلم عليه حلو. ولما مشي بدا يتكلم يقول لك ما فيش لعيب في الاهلي بيحب مارسيل كولر، وانت اكيد متاكد وعارف حاجه زي كده، وما بتغيرش مارسيل كولر لغايه ما تحصل مصيبه. نيجي بعد كده للفرق ما بين الموسم اللي فات والموسم ده، او بلاش الموسم اللي فات. انت كان عندك مدير الكوره اسمه سيد عبد الحفيظ، قافل على الفرقه كويس، اللعيبه مهما كان بيعمل معاهم كانوا بيحبوه. جه مارسيل كولر قال لك لا، انا مش عايز سيد عبد الحفيظ. ليه؟ عشان عنده كلمه في الفرقه، وانا ما ينفعش حد يبقى ليه كلمه معايا. واللي انا مستغرب ليه يبقى المدير الفني هو الامر الناهي في الفرقه؟ بأمارة ايه؟ مش مشكله. مشيت سيد عبد الحفيظ وقلت لا بقى انا هجيب واحد تاني. مين؟ هجيب خالد بيبو. خالد بيبو ده مدرب ناشئين، ليه امسكه مدير كوره؟ مش مشكله. قعد خالد بيبو سنه، مش هتكلم عليها وهمشيها من تحت الضرس. جه بعد كده مارسيل كولر لا، قال لك اصل انا مش عايز منصب مدير الكوره ده اصلا. فانت قمت جايب محمد رمضان ابو بنطلون ملزق، اللي فاكر نفسه حاجه وهو لا يفقه شيء في كره القدم، كاداري مش كلاعب. هسميه مدير رياضي وهقعده على الدكه. ليه؟ اصل مارسيل كولر مش عايز مدير كوره. ما ينعل مارسيل كولر يا عم. على ايه كل ده؟ ليه بلبي له طلباته في كل ده؟ قعد مدير رياضي، كان خناقه مع كام لعيب من اول ما جه. بعد كده لما لقيت الموضوع بدأ يبوظ قوي وبدأ الموضوع يفرط من ايدك، لا هات محمد شوقي عشان عارف ان اللعيبه بتحترمه وعارف ان اللعيبه بتحبه. وخلي محمد رمضان بعيد شويه، خليه في السكاوتنج واللي مش عارف ايه سكاوتنج. محمد رمضان ده هيعرف يعمل سكاوتنج؟ عملت مشاكل قد كده وحصلت مشاكل قد كده من تحت راس محمد رمضان. جينا بقى للاهم، جينا في اللقطه اللي بوظت الموسم بتاعك فعليا. انا هنسحب من ماتش الزمالك، اصل الرابطه قايله لي ان انا هجيب حكام اجانب وما جابتش. بتنسحب من ماتش هو الاسهل ماتش بعد كل الفتره اللي فاتت دي، لان حتى الزمالك في المستوى بعد ما انت اتعادلت مع ماتش الدوري هو مستواه مش حلو. وانت لو كنت لعبت كنت بنسبه فوق ال 80 85% كنت هتكسب. وانا هعمل وانا هسوي وهاخد حق الاهلي وهتشوفه وهروح للفيفا وهسوي، ومعايا المستندات اللي انتوا عايزينها. والمستندات في الاخر مكالمه تليفون. ضيعت من الاهلي 3 نقط قدام الزمالك و3 نقط لسه في اخر الدوري. الله اعلم هيدوها لك ولا لا، ولا هيخصموها لما يشوفوا ايه الدنيا معاك في اخر الدوري، صح؟ راح ضحك عليك قال لك اه احنا الاتنين مش هنروح الماتش، وقام واخد لعيبته ورايح. واتضحك انت عليك يا بيه. مع السنه الخطيب.
انا الخطيب، انا الكوره في مصر. مجلس الاداره اختلفوا، 5 قالوا لك نروح نلعب، و5 قالوا لك لأ ما تروحش تلعب، رغم إن أنا مش فاهم ال5 دول لغاية دلوقتي ما تروحش تلعب ليه، وال5 دول اللي بيتكلموا ما تروحش تلعب منهم خالد مرتجي. رُحت في الآخر القرار وقف إن أنت الكابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب هو اللي هيقرر هنروح نلعب والّا مش هنروحش نلعب. قالوا اطلع على نادي أهلي مدينة نصر، ما تطلعش على الماتش، أصلهم ما جابوش حكم أجنبي. يا فرحتي، يا فرحتي بيه. حاليًا الدوري بقى في إيد بيراميدز بنسبة 95%. طيب يا عم الحاج، تعالَ كده نشوف مارسيل كولر السنة دي عمل إيه. كل الماتشات المهمة اللي لعبها، لعب الزمالك 3 مرات صح؟ 3 تعادل، منهم 1 خدوا منك السوبر ضربات جزاء، و1 خدته أنت ضربات جزاء في أوحش مستوى ليك. فالمفروض إن أنت كنت بعد ماتش السوبر الأفريقي ده، أنت نازل ماتش السوبر المصري أنت عايز تورّي إن الأهلي هو الأهلي. تعادلت وكسبت ضربات جزاء صُدفة، واتعادلت ماتش الدوري بعد كده. أدي 3 ماتشات. طيب، ماتشين بيراميدز رايح جاي في الدوري، أنت متعادل وأنت اللي بتتعادل مش أنت اللي بتتقدّم، وبتتعادل في الوقت بدل الضايع، وهُم مطرود منهم 1 في الماتش ده وفي الماتش ده. ماتش صن داونز رايح جاي في قبل النهائي، أنت متعادل الماتشين، عشان أنت مدرب خواف، عشان أنت مدرب جبان. أنا أفهم إن أنت تروح تلعب ب5 مدافعين و3 في نُص الملعب و2 قدّامهم في بريتوريا قدّام صن داونز، وعملت أداء حلو. أرجع أعمل نفس ال5-3-2 دي في القاهرة قدّام 60,000 متفرج، مين أنت؟ أصل أنا في مساحات هتتضرب ورايا في ضهري، وأنت كده أدّيت حاجة؟ لعبت ماتشين قدّام أورلاندو بايرتس مغلوب 1 ومتعادل التاني. أنا مشكلتي الأساسية مع مارسيل كولر، أنا الأهلي دايمًا ليه منظر في خيالي، ليه منظر دايمًا إن الأهلي لعيبته مهمًا كان مين لابس التيشيرت ده، هو بيلعب بروح، بيلعب برجولية، بالعب باهاجم، باروح من هنا من هنا. امبارح أنا باشتت كورة 90 دقيقة من ورا، هوية الأهلي نفسها اتاخدت مني عشان مدرب أنا مش عايز أمشّيه عشان شرط جزائي، وأنت بتقول أنتم مش عارفين ميزانية الأهلي كام، وأنت مش عارف أنا باكسب كام، ومش عارف أنا مدخلاتي كام، وبيدخل لي قد إيه ومش إيه. طب ما تمشّيه وتدفع الشرط الجزائي أدقر، طالما أنت بتقول مدخلاتي ومش مدخلاتي. أنا امبارح يخش فيّا جون في الدقيقة 90 في الوقت اللي أنا كان الفرق التانية اللي قدّامي +90 دي كانوا بيترعبوا فيها منّي. أنا كل الفرق السنة دي نازلة، مش أنت كنت بتبقى في طول الفترة اللي فاتت الفرقة اللي بتنزل تلاعب الأهلي نازلة مرعوبة من الأهلي، نازلة خايفة الأهلي هيعمل إيه والّا إيه والّا إيه. كل الفرق اتجرأت عليّا السنة دي والسنة اللي فاتت، كل الفرق كانت نازلة مش خايفة من الأهلي، بتلاعب الأهلي نِد بالنِد. ضيّعتوا هوية الأهلي، ضيّعتوا قوة وهيبة الأهلي، وفي الآخر أنا خرجت من بطولة أفريقيا، الدوري ضاع منّي، الكاس أنا مش مشترك فيه أصلًا، وطالع بموسم صفري بعد ما دفعت ملايين، 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 ملايين. لأ وكمان أنا ممكن ما أوصلش أفريقيا السنة الجاية، وألاقي نفسي بالسكواد ده كله بالعب كونفدرالية. لمّا تروح تلعب كونفدرالية هتفهم كلمة يعني إيه اللعيبة اللي في الأهلي دلوقتي مش شبهنا، هتفهم مين اللعيب اللي هيكمّل معاك، ومين اللعيب اللي هيسيبك ويقول لك أنا بالعب أفريقيا، أنا لازم أظهر. هتفهم يعني إيه كلمة لعيب شبهك ولعيب مش شبهك. أنت أصلًا كباتن الفرقة حاليًا مش شبهك. فاكر يعني إيه كلمة كابتن النادي الأهلي؟ فاكر يعني إيه كلمة كابيتانو اللي كنا بنقولها لحسام غالي؟ فاكر محمد الشناوي ده في آخر الموسم اللي فاتت اللي المفروض إن هو كابتن الأهلي، بعد ما أنت خدت الدوري الجمهور عايز يحتفل قال لهم لا، 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 لأ يالّا، يالّا أصل دول بيشتموا وحشين. ده كابتن الأهلي، كابتن اللي وراه رامي ربيعة، أنا عايز فلوسي أروح بيراميدز. كابتن اللي وراه محمد هاني، الناشئ من سنة 2010 اللي أنت بتلاعبه مهمًا حصل. الشناوي برضه حاليًا اللي أنت بتجدد له سنتين، وأنا مش عارف أنت بتجدد له سنتين ليه، وفعليًا أنت بتظلم حارس تاني مصطفى شوبير، هو أحسن حاليًا بمراحل ويستحق إن هو يبقى حارس مرمى الأهلي.
كل اللي احنا فيه حاليا ده هو ظلم المجموعة من الأفراد، ولازم بيترد في الآخر. لما ظلمت مصطفى شوبير، لما ظلمت علي معلول، لما ظلمت ديانج، لما ربنا يستر واعرف العب افريقيا السنه الجايه، ربنا يستر واطلع تاني دوري واعرف اطلع افريقيا السنه الجايه، ربنا يستر وما الاقيش نفسي بلعب كونفدراليه السنه الجايه، ربنا يستر انت ضيعت مننا الانتر كونتيننتال والسوبر المصري والسوبر الافريقي. الله اعلم هلعب افريقيا ولا لا. انا رايح كاس عالم انديه، هل انت متوقع ان انا هكسب ماتش من الثلاث ماتشات؟ ولا واحد. انا راح اخد 3 هزايم واجي. مهما كان انا انتقدت اي حد في الحلقه دي، انا بنتقده كمنصبه في الاهلي، مش ككابتن محمود الخطيب، مش كمارسيل كولر. انا بنتقد محمود الخطيب رئيس مجلس اداره الاهلي، انا بنتقد مارسيل كولر مدرب الاهلي، انا بنتقد محمد الشناوي كابتن الاهلي. لكن اشخاص كل واحد ده بتاعته ماليش دعوه بيه. ومش كل لعيب كوره كبير او كل لعيب كوره عظيم او واحد من احسن لعيب كوره في مصر على مر العصور مش لازم يبقى الاحسن اداريا، ومش لازم يبقى احسن رئيس مجلس اداره. والمدرب اللي عمل معايا سنه حلوه، اللي انت شايفينها حلوه، اللي انا ما شفتش اي سنه حلوه معاه، مش لازم عشان عمل سنه او 2 أو 3 حلوين لازم افضل امجد فيه طول العمر. من الموسم اللي فات وهو المفروض كان يمشي. انا دلوقتي اللي هو فاضل لي كام ماتش في الدوري، هجيب مدرب جديد اوري له الفرقه واروح كاس عالم انديه اتغلب ال3 ماتشات واجي. هشوف بقى ساعتها انا راجع على هلعب افريقيا ودوري وي ولا اروح العب كونفدراليه. مش الطبيعي ان انا هكسب كل الماتشات، ومش الطبيعي ان انا هفضل اكسب على طول. بس في ان انا بكسب وبخسر عشان انا اديت اللي عليا وربنا ما وفقنيش، وفي ان انا بكسب وبخسر عشان في ناس هي عايزاني تقريبا اوصل للحاله دي. انا لو كنت اديت اللي عليا في الماتشين اللي فاتوا وخسرت، انا كنت اتكلمت بنفس الطريقه اللي انا اتكلمت بيها دي. بس انا حاسس ان هزيمه الاهلي امبارح او تعادل الاهلي اللي خرجه من بطوله افريقيا هو كان بفعل فاعل بنسبه كبيره بالنسبه لي. ناس بتتكبر ان هي تاخد قرار، ناس شايفه ان هي اعلى. وحاليا انا شايف ان جمهور الاهلي متداس عليه بالكامل، محدش ليه الحق ان هو يتكلم، محدش ليه حق في الاستاد انه يعمل ويعمل ويعمل. لقطه مارسيل كولر بتاعت امبارح، انا كل قلقي على الناس اللي رموا ان هو يتشاف فيتقبض عليه فنفضل يتلف وراه يمين وشمال. لكن ان انت ترمي ازاز ارمي ازاز على مارسيل كولر، ايه المشكله؟ ارمي ازاز على مارسيل. غلط وبياخد ملايين قد كده، معلش هيبقى يمسح دموعه بالكام دولار اللي بياخدهم. الاهلي فوق الجميع، وكبوة الاهلي ما بتطولش، وهنرجع السنه الجايه احسن من كل السنين اللي فاتت. بس ان شاء الله هنبقى في افريقيا. الاهلي فوق الجميع. ومن زمان في الدم حب الاهلي، وفضلت شمال بيتي واصحابي وعلي، من كل شاب يقولون احنا معاه، والشعب كله بيتمنى. 70 مليون عشاك وبيعشق كورة، وانت في عينيهم الاهلي الاسطورة. فرحتنا معاه والنصر بنتمناه، والشعب كله بيتمنى.